اوكي، اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين المشترك مع الشاشه خليف من قناه زبلوزاب. اليوم الحلقه الثانيه من سلسله سنجل بلاير سورفيفيال. اليوم اعزائي راح اورجيكم تغيير عملته على البيت وعلى المنطقه اللي انا ساكن فيها عشان تكون امنه اكتر وجاهزه نلعبها نورمال مع موبس، مع يعني انيمالز، مع انيمالز، مع زومبي وهاي الحركات. فيب يلا يا عزيزي. طبعا هاي الحلقه المفروض تكون حرب البيض، بس للاسف كل ما افوت حرب البيض الا ما يصير اشي يخرب علي اللعب. مثلا لما في مرة من المرات اني فتت لعبة عادي اوكي، بس لما وصلت للنهاية خسرت خسارة نوبية، فيعني مش لاقي انزلها. فكمان كم جيم كانت إيه جيم فيه هاكر، كمان كان في جيم فيه هاكر، وكمان كم جيم كانوا خربانات، يعني مش حلو انزلهم. فكان في كمان مشاكل بالتصوير، انما هسه حليت المشاكل ورجعت لكم، وحاليا يعني لما حليت المشاكل كل شي تمام. راح الانترنت من عندي فشفت النحس. فمثل ما تشوفوا اول اشي احنا بلشنا بهذا البيت، كنا هون عادي بس كان عندنا شيست واحد وعملنا شيست تاني بس اغراض اللي من المنجم. فالفرن والكرافتنج تيبل حطيتهم هون، وقتلت خرفان. رحت لهاي المنطقة الموجودة من هديك الشقة وقتلت الخرفان وجبت عملت تخت فاب. وهون عندي شستات اغراض لقيتها. هذا البريك بعملوه وهذا الستون بعملوه من الكلي اللي هو بقلب البحر. فاب عملت كم واحدة، يمكن اعمل بيت منهم بالمستقبل. الموارد هون نفسها، بس طلع قل الايرون كنت اجمع كتير. وهون اكل، رحت قتلت خنازير وكل انواع من انواع الحيوانات غاد موجودة، فيمكن راح انتقلها بالمستقبل. لقيت كلبين طبعا باول ما فتت بالليل لاني رحت، فاخدت عظم ورجعت لهن وروضتهن. ولقيت دجاجة غاد بهديك المنطقة، فجبتها عن طريق السيد الأخضر وجبتها هنا وحبستها. ولما باضت كثرتها وهاي الأشياء، فمكانش إلي خلق أقعد أدور كمان دجاجة وأجيبها شوي شوي. لما تشوف صار عندنا شوية دجاج يعني. فهون المزرعة كانت لحد هون تخلص، بهديك الحلقة كان هون بخلص كل البيت. فأبصر رجعت البيت التاني اوكي، فكملتها للآخر. فمثل ما تشوف هنا قصب السكر، مزرعة قصب السكر تشوفوا. يب. وهنا مزرعة صغيرة هيك، هاي شكل اختراع من اختراعي. فيب برجع على البيت وبرجيكم للبيت التاني. مثل ما تشوفوا هون كمان عملت باب، وهاي مزرعة بعدها كمان مش اوبس اوكي، هاي بعدها مش كاملة لانه فيش سيت من الاخضر. فهذا البيت عملته طبعا، انا صورت حلقة عليه بس طلع فيش صوت، وكمان طلع شاشة سودا. فعملت مونتاج ورفعت اللي على اليوتيوب بدون ما اشوفه، وطلعت الشاشة سودا. هذا هو البيت كتير غلبني كتير. يعني طلع هذا الحجر شو بدك تعمله من 4 من هدول. بس هدول علشان تعمل واحدة من هدول قديش بدها 4 من رمل. فحفرت كل الدنيا حوالي هون. اوبس سوري. فطلع كيف هون مثلا حفرت، طلع المنطقة كأنه صيبها انفجارات. هاي كله حفرته. طبعا وصلت لدرجة اني استعمل شيفل من ستون لانه كتير صرفت. ومن هذيك الشقة وكل الشقات جبت، حتى بنيت هذا البيت الخرافي. طبعا كان ضل معي ايوه يا هدول، عملت ستاكات. المهم رحت ادور كمان وكان في عندي ستاكات نسيت انه حاططها بالشيست. فبتقدر تشوف بيت كبير راح يكفيني كتير اني العب فيه كل حلقاتي. وهداك راح يكون مخزن صغير، او يمكن اعمل مخزن تحت الارض وهداك ادمره شيلي. وهون عملت طبعا مثل ما تشوفوا سيجت المنطقة. وهون طريق يعني مسكر، بعرفش كيف زبطت هون معي، بس اوكي زبطة حلوة. فسيجت المنطقة للآخر وكله مسكر. ف اوكي اليوم يا شباب راح اشتغل على البيت من الداخل من قلبه. فيب شوف ذوقي اذا بزبط على هذا البيت ولا لا. هاي عشان ما يرسبنش وحوش طبعا، وانا حطيتها هارد كور، ايوه هارد. فيب بتأمل ما يرسبنش كتير وحوش هون لانه الاضاءة فوق خفيفة، محطتش شموع. فان شاء الله ما يرسبنش يعني شيء هاي. فيب طبعا انا كمان نزلت كيفينج من الوقت كهوف كتيرة. فجبت شوية موارد بس برضو ما لقيتش اي انواع من انواع الدايموند. فمثل ما تشوفوا بلشت اجوع يعني. فخلينا شوي دجاج. طبعا هذا كله من الكلي. راح هون اوكي. اوكي
اللي راح اسويه هسه راح اجيب الخشب الساندستون اللي حطيته برا اللي هو هذا عشان اساوي هاي الحركة. كيف يب راح يكون هو بيت رمل يعني 100% مثل ما شايفين، وفي شوية قزاز. اوكي راح يكون هيك التقسيم. مش راح يكون بيت فخم بس بلزم قاعدة عربية هون هيك. تحط لنا 1 2 3 4 وهون 4. يب اوكي تقريبا يعني طلع بيت حلو. احنا قاعدين. اوكي شباب كمان شغلة بعملهم من البريكس هذا اللي هون، واللي هي المزهرية اللي بحطوا فيها ورد تنعمل على هذا الشكل. لا لا ثواني هيك. اوكي يب طلعت المزهرية. طبعا انا معي اغراض كثير. طيب خلينا نفضيين شوي. كبستون من الكيفينج. اوكي نحط هدول كمان، نحط خشب وديرت وديرت بتخليه نودي يعني نفضي شوي اغراض او كل اغراض لاني محتاج اشي. فيب مثل ما تشوفوا حطيت المزهرية هون، بس بدنا ورد. بعرفش اذا عندي ورد اصلا انا، فبروح بتأكد. ثواني. اوكي عندي كثير انواع من الورد بس هذا اكيد مش رح ينفع، بس خطرت الفكرة اني احطه هيك عشان هيك احلى منظر. اوكي بس بزبط الاشياء. فيب اخذت الورد اللي بينفع احطه بقلب المزهرية، وهسه بحطه هيك بهذا الشكل اللي طلع شكل حلو. اوكي شباب قررت اعمل نفس الحركة بالشق الثاني هون بعد ما عملت كمان كرافتنج كمان كم قاعدة. فهون احنا قلنا 4. فيب 1 2 3 4 1 2 3 4. طبعا كل هذا البيت من تصميمي انا الشخصي واختراعات طبعا مش من اليوتيوب. فيب وشو كنا رح نحتاج كمان هاي مزهرية تاعت الورود، فبروح بسويها على السريع. فبدنا بريكس 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 بريكس. اوكي ها هو البريكس بنحط بهذا الشكل، بناخذ مزهرية وبنرجع البريكس لأنه ما بنحتاجه حاليا. هاي الحقيقة مش طايقها حاليا. فمثل ما تشوفوا حطيت الوردة، حطيت المزهرية بقلب الوردة طلع شكل حلو يعني. فهون بعمل طريق لتحت على الاغلب. هون معيش بيكاكس. اوكي على الاغلب بهداك المحل يكون النزلة للمخزن اللي تحت الارض. فبعمل بيكاكس ستيكس. اوكي معنا ستيكس وايرون. عملت ايرون. عملت ايرون بيكاكس، وهسه رح احفر شوي لتحت. يعني طبعا النزلة بعدين بسويها خلف الكواليس لانه اوكي سويت شغلات انا هيك رح اساوي هون. يب رح تمتد لهون. فيب رح اسويها بعدين خلف الكواليس لانه يعني ممل انك تحضر واحد يسوي كيف لإله كيف تضلك تحضر واحد عم يساوي مخزن. او يمكن اسويه حلقة لحاله بعدين في المستقبل لما اسويه. راح اشغل تصوير على كل حال. ف وبنزل كل حلقة. يعني بستعمل هسه انا حاليا البلوكات يعني اللي بتسواش يعني بدها بس 4 رمل فدغري بتتساوى. راح احطها بهذا الشكل حاليا مؤقتا لانه ما فيش عندي غيرها حاليا. فيب وبعدين بسويها مثل ما قلت لكم هون المخزن مستري يعني هو مبين بس حلو هون فشوي بالاوضة. فيب بس يمكن راح نساوي تخت سريع نحطه بالنص مش برسم زون باب صار لي. فعندي صوفة نايس عندي خشب. طبعا مثل ما تشوف هون كان ملان خشب كان ملان شجر، وهون حوالي كله كان ملان شجر. عشان هيك بتشوف عندي استكات من الشجر. شو استكات يعني مختلط من الانواع من الشجر عندي طلعوا. فبتشوفوا هون تلان وهون وهون. فيب اشي حلو انه يكون عندي كتير خشب راح استفيد منه بالمستقبل يعني. فيب راح احط هيك واعمل سرير. حاليا انا فيش عندي اوضة لحال بالبيت هذا التاني، فراح احط هيك ستام مبيني
او يمكن اعمل زي عرش. فهات اشوف نسلبات احنا صح. اوكي تقريبا طلع معي ستاك شوي من من السلاب، فيش داعي له، بس يلا مش مشكلة. راح احطه بهون بهالمنطقة، بعرفش ليه بس خلص هون من غير فشل وسع. مش خطرت لي فكرة، بما انه عندي فينسس كتير من هدول السياج، فكرت اعمل فيكة او حركة حلوة بالفلاش دولش هيك. اوكي فبحركة حلوة بالسرير هون، فراح اعمل اعمل هيك بهذا الشكل هيك. وهون اوكي يمكن لازم اقيم هاي واحط سلاب محلها، او راح احط هاد هيك. اوكي هلا بالسبايدر هلا. طيب راح احط هون شموع، راح يكون هون السرير، او راح احط سريرين يمكن لي. اوكي طيب يا شباب، مثل ما تشوفوا عملت هاي الحركة الملكية. يب حاليا بدي اخذ التخت لانه ما عنديش صفة اعمل كمان تخت او سرير. يب حيكون السريرين مبتعدين عن بعض عشان ياخد مساحة هكذا. يب حيكون هيك مثلا، وهيك وهيك. يب اظن راح احط شيست حد من جوا هيك او من ورا، فيكون شيست الثمين، شيست ثمين او شيستين يعني صندوقين. راح احط بشي زاوية من الاماكن، بشي زاوية من الاماكن. حلو اوكي. هاي بنحط هيك اثنين، ونحط هون اثنين، واحد هون واحد هون. اوكي بدي اعمل كمان راح اعمل كمان مزهرية من البريكس. اوكي وهاي هيك. اوكي طلع منظره حلو تقريبا شوي يعني. هذا التخت الملكي، وهون القاعدة. وراح اساوي كمان هون اجيب الفرن وكرافتنج تيبل. راح اعمل اكتر من فرن، هذا الفرن مش مشكلة خليه بترش عليه. فراح اعمل اكتر من فرن لانه عشان تسرع تكون العمليات اسرع، عمليات الشوي اسرع. مثل ما تشوفوا اخدت الفرن اللي بدي اياه، فنحط هون منطقة الافران هكذا بهذا الشكل. بحطه هون، وهون بخلي كرافتنج تيبل. اوكي وهيك بعد ما خلصت المنطقة، مش خلصت تقريبا، خلصت بقلب بيتي، فصار عندنا هذا الشكل الحلو يعني، حلو مبدئيا. فانتوا اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات اذا البيت بالتعليقات عشان ما يتعلقوش علي. فاكتبوا لي رأيكم هل البيت هذا حلو مبدئيا ولا لا. علما ان هاي الحلقة الثانية من السرفيفل من السلسلة، وعملت كل هاي التغييرات، وراح اكتشف هذيك المنطقة اللي من غير. بس هذا الفيديو، بس مش بهذا الفيديو لان هذا الفيديو راح يكون قصير. اوكي يا شباب، انا لسه مش عم بعمل كيفنج، بس عم بظبط المخزن، فحبيت ابلش فيه هسه خلال الحلقة. بس راح اعمل مساحة بعدين بغير البلوكات وبظبطها وهيك. طبعا راح اخلي الطول 3 بلوكات مش 2، لانه عشان بيكون اوسع شوي. يب أو تقريبا هذا هو العرض اللي راح يكون فيه المخزن، بس مش راح اسوي كله، بس حورجيكم العرض اللي هو راح يكون فيه. يب وراح اوسع اللي هون اللي فوق هيك. مثل ما تشوفوا
اوكي يا شباب، لهون وصلنا لنهاية الحلقة. بتمنى تنسوش تضغطوا زر الاشتراك واللايك على الفيديو اذا عجبكم، ويلا مع السلامة، بشوفكم بحلقة جديدة. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl.